ما هو لازم نرد يا جماعه، ما ينفعش نسكت على الكلام ده. الاهلاويه تجمع هنا عشان نرد وندافع على النادي الاهلي. لو انت بتشوف الفيديو ده وبتحب النادي الاهلي، اعمل مشاركه للفيديو واعمل لايك وكومنت ترد بيه على اي حد غلط في النادي الاهلي وقلل من امكانياته. وما تنساش المشاركه علشان الفيديو يوصل لكل واحد اهلاوي. يلا بينا. اولا، الناس اللي بتقول ان مدحت شلبي عمال يطبل للنادي الاهلي وانه لازم يكون محايد وانه بيحب النادي الاهلي، احب اقول لك هات لي مذيع عربي يعلق للنادي الاهلي وما حبش النادي الاهلي ولا حب لعبه ولا حب الروح والاصرار وانه عارف حجم النادي الاهلي. ما سمعتش عصام الشوالي وهو بيقول لك النسر الاحمر السلطان العرب؟ ما سمعتش الكلام ده؟ ما فيش مذيع عربي ذاع للنادي الاهلي الا لما حب النادي الاهلي وحب اللعيبه الرجاله اللي بتلعب بروح الفانلة، رغم ان كله عمال يقلل من قدرات النادي الاهلي، النادي الاهلي عمال يفجر مفاجآت. عايز اقول لك ان الحب غلاب. ثانيا بقى، الناس اللي بتعلق على الحكم وبيقول لك الحكم بيحكم للنادي الاهلي وان الكوره مش ضربه جزاء، وبيقولوا كمان ان الحكم هو اللي خسر بيراميدز وكسب النادي الاهلي. حضرتك نسيت ان في فار، واللي شاف الفار علشان يحسب ضربه جزاء 4 حكام، وخدوا راي بعض عشان يحسبوا الكوره ضربه جزاء، وشافوا الكوره اكتر من مره ومن كذا زاويه. انما انت لوحدك بس يا مسكين اللي بتحكم وتلاقيك شفتها مره واحده ومن زاويه واحده. كفايه بقى نجيب العيب في الحكام، وكفايه بقى كل ما الاهلي يكسب تطلعوا تقولوا الحكم اللي كسبه، لا الكاف، لا مدلل، لا مش عارف الاتحاد الافريقي. كفايه بقى يا جماعه. الاهلي ما خدش ثالث عالم اكتر من مره بالحكام، الاهلي ما صعدش نص نهائي دوري ابطال افريقيا بالحكام. انتوا بس اللي مش عايزين تعترفوا بفشلكم. ثالثا بقى، تعال اما اقول لك، باتشيكو طالع يبرر بكلام ما يقولوش مدير فني في درجه رابعه، وحب جمهور الزمالك يسنده، راح مدخل المستشار مرتضى منصور. احب اقول لك يا باتشيكو، ما انت كنت مرحب بالماتش والدنيا جميله معاك ومتفل له 14. الاهلي خلاك يا باتشيكو انت وبيراميدز تلعبوا في جمهور لاول مره بالعظمه دي، جمهور النادي الاهلي، وعيشناك في اجواء اوروبيه لا انت ولا فريقك كنتوا تحلموا تعيشوها. ما تنسوش المشاركه يا اهلاويه. سلام عليكم.